حكايتنا النهاردة عن الجاع أو البيرة في مصر القديمة. ده كان مشروب يومي عند المصري القديم زي الشاي والقهوة دلوقتي، لدرجة إن العمال اللي كانوا بيشتغلوا في المقابر وبنى الأهرام كان الأجر اليومي عندهم هو الخبز والجاع، لأن ما كانش فيه فلوس زي دلوقتي. وكانت منتشرة بين عامة الناس لأنها كانت بتتصنع من الحبوب زي الشعير اللي كان متوفر عندهم بكثرة، بعكس النبيذ كان مقتصر على طبقة اجتماعية معينة عشان كان بيتصنع من العنب. استخدم المصري القديم الجاعة في احتفالاته الدينية وتقديم القرابين وأعياده الخاصة والعامة، وعرفنا الكلام ده كله من التماثيل والنماذج والنقوش اللي بتوضح لنا صناعة الجاعة. ولأن الجاعة كانت مهمة عند المصري القديم عشان كده عمل مصانع، وأقدم مصنع لقيناه هو في سوهاج بيرجع لعهد الملك مينا من الأسرة الأولى، وده كان بيتكون من 40 حوض عشان يتيح ليهم في اليوم الواحد ينتجوا أكتر من 22,000 لتر. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. ما تنسوش تعملوا لي شير ومتابعة.